بادية مأخوذ من الفعل، يعني فعل المضارع بلغة العرب اللي هو يبدو، ويقيسون على أنه المظاهر الموجودة في هذه الأرض تبدو للناظر بيسر وسهولة، مما يدل على نوع من الانبساط في سطح الأرض. لو كان بها جبال يسموها منطقة جبلية، لو كان بها مثلا تلال عالية يقولون عليها مناطق تلال أو أراضي متموجة تحجب النظر. لكن كلمة بادية معناها تبدو الملامح الموجودة فيها للناظر على مسافات بعيدة. وهذا الاسم بادية من الفعل يبدو، اسم البادية هو اللي ولد تسمية البدو، يعني بمعنى هؤلاء الناس اللي هم رعاة الإبل أو الأغنام يسكنون الحواضر، يسمونهم الحضر. الحواضر يعني المدن، حاضرة صح، يسمونهم الحضر. اللي يسكنون المدن يسمونهم المدنيين، اللي يسكنون الريف يسمونهم ريفيين. صح. هاي تقريبا نفس المنطلق، يعني مع اختلاف الاسماء بس المنطلق واحد. احسنت يا دكتور، يعزك الله. بما انك في الانبار وما طلعت من الانبار وعمرك الله يعطيك طولة العمر 75 سنه، يسلمك، في حياتك واجهت خليجيين في الانبار؟ خليجيين بالانبار؟ إيه؟ ما واجهت. هذا من حسن حظنا، يعني احنا اول خليجيين انا وابو عبيد تلتقي فينا. ما شاء الله. شنو شفت طيب في الخليجيين؟ شفت بدون مجامله دكتور، بدون مجامله، يعني دام احنا اول ناس. اي والله واجهت فعلا اول ناس، يعني بدون رياء وبدون مبالغه. يعني سحبت ذهني الى تاريخ عفى عليه الزمن. هاي اللهجه هاي قبل سنين بعيده كانت موجوده عندنا بالصحراء، يعني بالبدو. اي نعم، اللهجه البدويه. اي اللهجه البدويه غريبه عن الخليجيه كلش. اي كانت موجوده، وكنا نختلط مع البدو. كانوا يجون ايضا مناطق الخارج القرى، هذا اللي فيها ربيع، ما يجون على عشب وربيع، يجون على الشوك والعاقول. العاقول الاخضر الابل ترتاح له تاكله. وعندنا نبات يسمونه الحاثه. الحاثه هي كلها نباتات شوكيه ونباتات طبيعيه ما حد يزرعها اصلا، فينزلون من اطراف الصحراء على اطراف القرى والارياف خاليه. يعني هاي الابل ترتاح جدا وترعى على راحتها من الشوك والعاقول، هاي موجوده. فهاي يعني هاي اللهجه الطيبه، هاي اللهجه العربيه كانت موجوده عندنا. بس احنا بالنسبه للعراق اضمحلت شغله البداوه، يعني اكاد يعني اقول انقرضت. ما عاد يشتغل عندنا مصطلح البداوه، انتهى. يعني التواصل الاجتماعي هذا يشد اللحمه العربيه حقيقه. يعني اشقاء يجتازون حدود سياسيه بين دولتين ويجتمعون باخوانهم، وناس تشوف ناس. هذه رفض للاخوه العربيه ورفض للتاريخ العربي. وانا سبق وقلت، اعتقد يمكن البارحه قلت احنا سابقا ماكو حدود بين الاقطار العربيه، ماكو حدود اصلا. يعني الكثير من البدو وحتى الرعاة اللي هم اصلهم بالريف يطلعون للصحراء من يصير العشب، هو راعي بالغنم ما يدري ان اجتاز الحدود بين العراق وسوريا، ما يدري، ماكو حدود اصلا. ونوبات يدخلون اراضي الاردن، هم ما يدرون اجتازوا حدود سياسيه بين دولتين، ما يدرون. نصيحه من احد المتابعين، ومو بواحد ولا اثنين، نعم، عدد المتابعين، يقول لازم تنصح الدكتور انه يبطل السجاير. يبطل السجاير، شو تقول لهم دكتور؟ رفيقه الدرب ما يبطلها. اي رفيقه العمر الجيجاره بالنسبه للدكتور. الجيجاير متآلف وياها وهي متآلفه وياي على مدى اكثر من 50 عاما. 50 عام وانت تدخن؟ اي نعم. فمن فضل الله صحتي طيبه، صداقه ازليه ما يقدر يعوف.
إيه، انت صح. كذا تحث المتابعين انهم يكتحون سجاير يا دكتور. لا أنا ما أحث المتابعين، بس أنا أقول كل شاة تعلق بنكراعها. هذا مثل شعبي. اي إيه. والله صحيح، كل من يقع على نفسه. إيه، وبالنسبة هاي نسخة مال الورق. اي خلي لي اياها. هذه قصيدتك تكتب قصيدة. قصيدة رهيبة طبعا. إيه بس نعم. راح ادز لكم اياها. اي بالله دزني اياها. قصيدة بس لا تضوج لأن 3 صفحات. بس شنو وزن